طيب ناس كتير سألتني عن الهوجن زد 250 وقالت لي عايزة تعرف رأيي فيه. السلام عليكم، معاكم نترو، والنهاردة بقى نبدأ نخش على مواصفات الزد 250 كمميزات وعيوب وكل حاجة في الموتوسيكل بإذن الله. أولا نبدأ بالموتور كالعادة. الموتور هنا بينزل واحد سلندر 250 سي سي، بيطلع حوالي 17 18 حصان في الحدود دي. الموتوسيكل بينزل 6 غيار مش 5 غيار زي الاف 250. كمان معاك ان الموتوسيكل واحد سلندر تبريد زيت ونظام الحقن كرباتير. موتور كويس، خاماته كويسة مش وحش، وصيانته سهلة ممكن اي حد يشتغل فيه. وبرضه موفر في البنزين، يعني ما هوش بقى زي ال 300 وزي الكلام ده. بس هو طبعا كان ناقص الموتوسيكل ده ينزل انجكشن مش كرباتير بصراحه. لكن عيوب الموتوسيكل ده بمقارنه بالاف 250 ان هو مش فيه الباور او فيه العزم اللي في الاف 250. الموتوسيكل هنا روحه طويله زياده عن اللازم، بياخد وقت عما يجمع، مش زي الاف 250 بتدوس الدوسه بتلاقيه حاضر معاك. وانا هنا بقارنه بالاف 250 لان الزد 250 اللي ما يعرفش ان هو نازل تحديث للاف 250. لكن الموتوسيكل الاف 250 بينزل عادي جدا والزد بينزل عادي جدا، ولكن هو تحديث للشكل شويه مش اكتر. نيجي بقى لشكل الموتوسيكل. طبعا هو شكل الموتوسيكل ده متاخد يعتبر من الاف 250. نازل بقى بجنود 17 مساعدين اماميه عاديه، مش عارف ليه ما نزلتش مساعدين مقلوبه بصراحه، ونازل بمساعد واحد نص. فدي احلى حاجه في الموتوسيكل بصراحه اللي هم نزلوها، وشكله بقى سبورت اكتر. عندك بقى كمان نازل فول ال اي دي، ونازل بعدلات ديجيتال شكلها حلو جدا بصراحه من الاف 250، ونازل بشنوط 17، كاوتش امامي 110 وكاوتش خلفي 130. الموتوسيكل شكله حلو جدا، اكبر شويه او اضخم شويه من الاف 250 طبعا على الحقيقه يعني. وفكره المساعد الواحد دي بالنسبه لي بتبقى احلى كتير من الاتنين مساعد. ولكن الموتوسيكل ده بقى يبقى عيوبه ان هو مش هيستحمل الشغل. طبعا المساعد الواحد بيبقى مش عايز ضغط كبير او يشتغل كتير. كمان ان الموتوسيكل ده قطع غياره مش متوفرة بالشكل الكافي زي الاف 250. فلو انت بتفكر تشتري للشغل فانصحك بلاش، وحاول تجيب اف 250 بصراحة. لكن لو انت هتستخدم الموتوسيكل ده استخدام شخصي، مثلا انت شاب عايز تركب موتوسيكل شكله حلو، تروح بيه الجامعة، تخرج مع اصحابك، كلام من ده، الموتوسيكل هيبقى حلو معاك جدا. كمان في ميزة ان هو ارخص من الاف 250 بحوالي 8 او 10,000 جنيه. فبالنسبة لك يبقى الموتوسيكل ده تحفة بصراحة، واحسن من الاف 250. لكن لو هتشتغل ابعد بعيد عنه خالص وروح اشتري اف 250 وبس كده. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وتعمل لي فولو، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين الفيديو الجاي عن ايه. وبس كده، سلام.